الأهلي يعود إلى سكة الانتصارات والزمالك يخيب آمال جماهيره. الأهلي يتساوى مع الزمالك والمصري ب 18 نقطة، والزمالك يتعادل مع غزل المحلة في استاد هيئة قناة السويس، والأهلي يفوز على كهرباء إسماعيلية بأربع أهداف مقابل هدفين. جماهير الزمالك زعلانة جدا 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 على اللي بيحصل في الفريق. النهارده الزمالك لو كان كسب كان هيبقى 20 نقطة، خلينا مركزين. والاهلي كسب اهو خلاص بقى 18 نقطة، وعنده ماتش مؤجل هيبقى 21 نقطة. بيراميدز عنده 3 ماتشات مؤجلة، وبيراميدز لو كسب الثلاث الماتشات المؤجلة هيبقى عنده 23 نقطة. بيراميدز مركز في افريقيا والانتر كونتيننتال، وشكله هيخش على الدوري واحدة واحدة ويتسحب وهيروح لفوق. بس انا عايز اتكلم على مدرب الزمالك ده كتير. مدرب خواف جدا جدا جدا. انت النهارده بتلاعب فرقه بجيم دفاعي بجيم مختلف، فرقه ماسكها علاء عبعال بيرصهم في كل ماتش ورا ال11. فانت النهارده المفروض تخش بقلب جامد وتلعب. يعني مش مثلا هو الحسنه الوحيده اللي عملها علاء عبعال النهارده انه كان بيلعب عليك بالهجمه المرتده، وهي هجمه واحده وجاب منها هدف التعادل. غير كده مفيش فكر منك، مفيش جمل، مفيش اي حاجه. انت تحس ان انت حطيت التشكيله وقلت اللعيبه انزلوا اعملوا اللي تعرفوا تعملوه. غير كده انت ما عملتش اي حاجه في الماتش. يعني عارف انت اللي هو انا ايه، حطيتك انت يا شريف هتنزل انت وعمرو ناصر واحمد ربيع وحمدي وبرازيلي، ايه انتوا اللي هتخلصوا، ايه اعملوا اللي هتعملوه. غير كده مفيش فكر، مفيش تكتيك، مفيش اي شكل لنادي الزمالك. آه يعني ضيعت اسهل اربع ماتشات من وجهة نظري انا بشوفهم في الدوري. المقاولين، دجله، اهلي، جونه، والنهارده تعادل مع المحله. ضيعت كام نقطة؟ يعني انت واخد من كل دول 4 نقط، واخد من 15 نقطة 4 نقط. حاجة غريبة وحاجة عجيبة بيقدرها نادي الزمالك كل ماتش وكل مباراة. الجماهير بتروح وراه في كل حتة، ولكن هو محدش عارف ايه اللي بيحصل لنادي الزمالك والأداء السيء اللي بيظهر بيه كل مرة ده. خلينا في الأهلي. الأهلي انتفض، وانت عارف الأهلي لما القطر بيشتغل بتاعه والسلكتين بيلمسوا بيروح. الأهلي لما السلكتين بتوعه بيلمسوا والقطر بيشتغل خلاص مش هتوقفه. النهارده بيمسك كهرباء اسماعيليه بيديك درس كروي عالمي، 4 اهداف مقابل هدفين. يعني بيلقنوا رضا شحاته درس محترم جدا جدا في كرة القدم. حاجة كده ابتدع التسجيل كوكا في الدقيقة ال 12، وبعدين عرضية مفيش أحلى ولا أجمل من كده من زيزو اللي هاج وماج ورجع تاني يقوم مسجلها ياسين مرعي بدماغه. وفي الشوط التاني محمد شريف بيسجل الهدف التالت، ويجي اللي قالك بقى كهرباء اسماعيليه دخل في الجيم، محمد أناجم نزل من على الدكة راح مسجل الهدف الأول. وبعدين عصام الفيومي بواحدة جميلة قوي قوي من بره بيشوطها بتيجي في محمد الشناوي اللي لابس السنة دي. الشناوي داخل فيه بتاع 13 جون ولا حاجة. الأهلي داخل فيه بتاع 13 جون السنة دي. يعني 13 جون في النادي الأهلي، والزمالك الناحية التانية داخل فيه 8 9 تجوان. دفاع في الأهلي والزمالك مفيش خالص. يعني حسام عبد المجيد في الزمالك حاجة غريبة، مفيش غير الكورة الطولية. الكورة الأرضية كلها صفر، مفيش كرة أرضية بيعرف ياخدها خالص ويعرف يباصي لزمايله. شيء غريب وشيء عجيب في نادي الزمالك بيحصل كل مباراة من أسوأ لسيء. بتضيع أسهل مباراة وبتلعب في المباريات الكبيرة، مفيش أحلى قدام المصري. يعني ماتش عالمي لعبته المفروض بعديها بقى تلعب ماتش أحلى، مفيش. لا 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 لا, لا. أنا كسبت ماتش خلاص، هيقعد بقى طول الموسم نتكلم عليه. احنا هنقعد طول الموسم نتكلم عن الماتش ده. ما تنساش يا حريف الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ولايك الكومنت الإيجابي، وما تنساش الدعم الإيجابي لإخواتنا الفلسطينيين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. إن شاء الله الدوري يولع بقى، يعني الدوري يولع. سلام.